اهلا بيكم يا حبايبي حلوين في مطبخي، مطبخ اسر واسيل. النهارده بقى هنكمل بسكوتات العيد، حلويات العيد، نواعم العيد زي ما بتسموها. النهارده بقى هنعمل غريبه بطريقه سهله جدا ومقاديرها سهله وبسيطه. معايا عباره عن نص كيلو دقيق، 300 جرام سمنه، 150 جرام سكر بودره. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا معايا الدقيق، هنزل بقى السكر البودره، وبال 300 جرام سمنه، والنهارده احنا مش هنعجنهم بايدينا، هنعملهم بالمضرب. عندك عجان ماشي، عايزه تعمليهم بايدك ماشي، بس انا هوريكم نتيجه حلوه جدا ان شاء الله وتعجبكم وتبقى سهله عليكم. انا هجيب المضرب وارجع لكم دلوقتي يا حبايب قلبي. بقى بصوا انا معايا المضرب، هحاول ان انا كده اعملها بالراحه على اساس ان هي ما تعملش عفار يعني مكان الدقيق وكده. وهشغل العجان على اول درجه. انا هكمل ضرب وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي بقى بصوا زي ما انتم شايفين خليط بقى رملي كده. انا هقعد اعجن فيه لحد ما يتعجن خالص، تبقى عجينه. هو هياخد وقت، وحاولوا تنقوا نوع دقيق كويس ما يكونش بيشرب السوائل منكم، عشان هي ما فيهاش سوائل اصلا، يعني هي كل السوائل اللي فيها يعتبر هي السمنه. فحاولوا تنقوا دقيق يكون ما بيشربش مثلا السمنه، ما بينكرش الحاجه كده يعني. انا هضربها كويس بقى وارجع له. دلوقتي يا حبايبي بصوا هي اللي برده لسه ما لمتش، بس بصوا هي بدأت تلم معايا ازاي وتبقى عجينه. انا برده هكمل وارجع لكم، بس انا بحب اوريكم خطوه بخطوه ومش عايزه اصور وانا بشغل المضرب عشان عامل صوت جامد. هرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي بقى بصوا اهي، عندك طريقتين تقدري تعمليهم بيها. انا هعملها بكيس ومعايا القمع ده كده، هعملها بكيس واقطعها بالكيس. عايزه تصوريها كده، بس الكيس هيخليها لك كلها كده. الكيس هيخليها لك كلها مقاس واحد. فتعالوا نحطها في الكيس ونجيب السوداني عشان نزينها بيه. عندك بقى الزيني، عندك فستق، عندك اللولي، بس انا بحاول اوفر لك اقل المقادير، فانا هحط لها سوداني. هجيب الحاجات وارجع لكم. دلوقتي يا حبايب قلبي بقى زي ما انتم شايفين اهو، انا حطيت العجينه في الكيس ومعايا الصاج ومعايا السوداني. ماشي هخلط يعني هقطعه واوريكم. زي ما انتم شايفين كده، واروح عاملاها كده بالسودانية. البوز ده للسودانية. انا هكمل بقى وارجع لكم. دلوقتي يا حبايب قلبي بقى انا خلصت. بصوا هو طلع معايا الصاج ده كده والصاج التاني. الصاج التاني مش مليان قوي يعني، انا حاولت يعني ابعدهم بعيد عن بعض. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي عملت معايا الصاجين النص كيلو. زي ما انتم شايفين اهو انا مولعه الفرن على درجه حراره 180. هدخلها الفرن وارجع لكم. دلوقتي يا حبايب قلبي بقى بصوا انا طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين كده. هو ده بيبقى لونها ما بتغمقش عن كده. وبصوا دايبه وناعمه ازاي. بصوا الغريبه ناعمه ازاي في ايدي، حاجه كده تحفه. بالف هنا وشفا للي هياكل بقى. انا عايزه اقول لكم ان هو ده كده خلاص. انا بقى هشيلها في علبه واقفلها واحطها جنب باقي الحاجه اللي عملناها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب اكون بفيدكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ونكمل بقى باقي سلسله نواعم العيد. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.